اهلا وسهلا البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم البنات غادي نوجد معكم واحد الكيك اللي كيجي واعر، واحد الكيك اللي تيجي خرافي، واحد الكيك اللي كيجي بنين بنين. بلا ما تقولوا لي البنات كثرتي علينا الشكال ديال الكيك، ولكن واخا نشكر لكم البنات والله من وفيه الحق ديالو. راه واحد الكيكه بنات اللي كيجي راقي، كيك هماوي هكا ديروه لضيوفكم ولا ديريه اختي حتى لراسك وتفرحي براسك. وبغيت نقول لكم البنات هاد الكيك يمكن لكم ديروه حتى في اعياد الميلاد، حيت فريمون تيجي رطب وتيجي هشيش. ونزيدكم البنات هاد الكيك راه فيه خيزو، يعني اللي شافوه هكا راه ما يقولش هكا راه فيه هكا جزر من الداخل، ولكن البنات فيه خيزو كيما نعاودش ليكم. راه كيجي البنات بنين هذيك المذاق ديال الخيزو مع الكركاع مع هكا الفواكه الجافه مع الكريم شونتي. ومازال غتشوفوا معايا المكونات اللي فيه، ولكن البنات صدقوني البنات غير جربوه وراه ما غاديش تندموا عليه. وهنا البنات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. انا عارفاكم اختي كتفرجوا في الفيديو فاش تسالي وتتخرجوا تنساوها، ولكن البنات ما تنساوش اللايك ديالكم. والله العظيم الا كتحفزوني انني هكا نبقى نصور نبقى ندير وصفات جداد. انا عارفه راسي البنات هاد الايامات تنغبر، ولكن غير لظروف شخصيه. ولكن كنوعدكم البنات انني غادي نبدا معكم سلسله ديال المعسلات. غير هكا قلت مازال الوقت، زعما مازال الحال، ما بغيت زعما نبدا من دابا. راكم عارفين يعني المعسلات غادي ديروهم وغادي فهمتي اللي غادي تكل واللي غادي تبقى هكا في الكونجيلاتور مده طويله ما كاينلاش. يعني قلنا ماشي مشكل حتى يقرب هكا ما بقى والو. المهم انني غادي نبدا معكم المعسلات، غنوجدوا العسل مع بعضياتنا وغادي نبداو. شوفوا البنات هنا قطعت لكم واحد الطريف، شوفوا شوفوا شوفي يا اختي، شوفي كي كتجي. انا ما نعاودش لكم البنات كيفاش كتجي، راه كتجي فنه هاد الكيكه وكتجي اكثر من ما عرفت البنات. هانتوما تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وراه كونوا متاكدين انها غتعجبكم. باش نوجدوا البنات هاد الكيك كنحتاجوا هنايا عندنا واحد جوج ديال الخمارات هكا، وعندنا البنات واحد كاس كما كتشوفوا ما عامرش كاس الا ربع ديال السنيده. عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا هنا البنات جوج كيسان ديال خيزو. يعني حكوا خيزو عبروا هكا بكاس ديال العنبه، وما تحكوش البنات غليظ، المهم يكون رقيق. وهنا عندي واحد 40 غرام ديال الكركاع اللي طحنته، وجوج كيسان ديال الفورص، وعندي هنا واحد 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. هنا البنات غادي نبداو على بركه الله. هنا البنات الا عندكم الباطوغ موجود ديروه. انا الباطوغ عندي شويه زعما ما حطاش قريب ليا، عكست انني نجبدو. ولكن عندي هذا الهاشوار فيه حتى هذا الراس اللي كيطرب لينا الكريم فريش، وكان زعما كنطرب فيه حتى هكا البيض وكل شيء. صافي هنايا البنات خديت هذوك 3 ديال البيضات درتهم هكا باش نطربهم، وغادي نزيد عليهم واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد عليهم البنات السنيده. عرفتوا البنات هاد الكيكه واحد المره كنت درتها هكا لواحد الضيوف ديالي، والله البنات حتى ما عرفوش شنو فيها، وبقات دراهم في راسهم انهم يعرفوا اشنو كاين في المكونات ديال هاد الكيكه. البنات راه كتجي فنه بزاف اللي كلا عندك يطلب لك الوصفه. صافي هنا البنات ضفت السنيده، وكما كتشوفوا معايا انا هنا كنحاول ان نطرب هذاك البيض مع السنيده مع هذيك المليحه. كيف ما قلت لكم عندكم الباطوخ قريب كان افضل، ما عندكمش ديروا هكا غير كيف ما عندي انا. هنا عندي هذا الهاشوار لهذا البنات كنقطع فيه الربيع الكرافس، راكم عارفين كيقطعوا كل شيء. وهكا وهاد لا مارك لهاد لا مارك ديال بوش دايرين واحد الراس دايرينه هكا في الهاشوار ديال خاص بالباتيسري، يعني ديري فيه لا كريم فريش البيض. المهم ما علينا. ما عندكمش البنات حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهم لا باطوغ لا والو، اختي خدمي غير هكا بالفوي هكا بالطراب يدوي. اختي ستو ما تحرميش راسك من هاد الكيكه. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف جميع المكونات بشويه بشويه، كنحاول انني نطرب. انا غادا معكم البنات خطوه خطوه. هنا خويت الزيت. صافي البنات هنا غادي نزيد هذاك جوج كيسان ديال الخيزو، وغادي وغادي تما غادي نحاول انني نخلطهم. ايوا كما كتشوفوا معايا البنات هنا راني زدت هذيك 40 غرام ديال الكركاع. الا كانت متوفره عندكم هكا 30 غرام 60 غرام اللي متوفره عندكم مثلا، غير ما تفوتوش هذا القياس ما بين 40 حتى 60 غرام. صافي البنات هنايا
خلطت هكا هذاك الكركاع حتى هو، وهنا البنات غادي نزيد الدقيق حتى هو. والله العظيم البنات حتى كان احسن زعما انني درت كلشي في هاد الهاشوار هكا. الا ما عندكمش البنات ديروا حتى هكا الخلاط هكا اللي تنديروا فيه، الخلاط هكا الكهربائي، يعني حتى هو البنات متوفر في كل دار، هو نديروا فيه هكا جميع المكونات نخلطهم الا الدقيق بطبيعه الحال. صافي هنا البنات انا غادي نضيف، غادي نزيد دوك جوج ديال الخمارات، وغادي نزيد واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الخل. حيت الخل البنات هو كيزيد يعطي الكيك، هذه حاجه معروفه، كيعطيها واحد الهشاء زعما كتجي هشيشه وواحد الطراوه. صافي وغادي نطرب كلشي مزيان. هنا من بعد ما خلطت كلشي البنات، هنا كنوريكم القوام ديال الخليط كيفاش كيكون. واخا يكون ثقيل البنات ما تخافوش منه، غير ديروا هذوك القياس اللي عطيتكم انا ديال المقادير مضبوطين وما تخافوا والو. بالعكس الكيكه الا شفتي القوام ديال الخليط هكا وشفتي هي كيفاش كتجي، راه كتجي هشيشه بزاف. صافي هنا خديت واحد المول عندي، مثلا خذوه مدور خذوه مربع، المول اللي متوفر عندكم غير يكون هكا المول، يعني ما يكونش فيه شي حفره ولا شي، فهمتوا؟ يعني يكون هكا مبسط. انا خديت هكا هذا اللي عندي على شكل قليب. صافي دهنته بشويه الزبده حيت تيلصق، ودرت شويه ديال الدقيق. صافي وخويت الخليط ديالي وصافي. وكيف ما كتعرفوا عليا انا تندير الكيك في الفران اللي كيكون بارد، يعني ما كنديرش الكيك والفران سخون. صافي نحاول انني نبسط لها الوجه ديالها باش هكا ما تجينيش جهه طالعه جهه نازله. وغادي ندخلها للفران البنات وغادي نخليها حتى توجد ليا. وفي هذا الاثناء البنات غادي ندوز معكم باش نوجدوا الكريم باتيسير. هنايا غنوجدوا الكريمه اللي غادي نحشيو بها هاد الكيكه. انا هنا البنات درت هاد الكريم باتيسير من داك هاد الحامض. الا ما متوفرش عندكم ديروا كريم باتيسير عاديه، ما عندكمش البنات ديروا النشا. انا هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي 2 معالق ديال كريم باتيسير، 2 معالق ديال السنيده، عندي مبشور ديال الحامضه، وعندي واحد المعلقه ديال الزبده، وعندي واحد 2 كيسان ديال الحليب. هنا البنات راه كنت كنصور لكم، عاد بالي كنصور انا راه ما تنصورش حيت كان عندي ستوكاج، يعني كان عندي التليفون عمر، وانا عندي بالي راه الكاميرا تتصور هي ما تتصورش. هنا درت لنا جميع المكونات في هذيك الكاسرونه. درت الحليب، درت النشا، عفوا درت الحليب، درت 2 معالق ديال كريم باتيسير بنكهه الحامض، درت 2 معالق ديال السنيده فقط، هادو اللي درتها البنات. صافي والزبده ما غاديش ديروها دابا. وصافي هذيك راه معلقه ديال الزبده حيوانيه البنات. صافي هنايا غادي نحك هاد الحامضه، بما ان عندي هذيك الكريم بالنكهه ديال الحامض. انا درت الحامض هنا باش هكا جاتني هاد الكريمه باللوغو ديال الحامض، جات واعره البنات. الا كانت عندكم كريم باتيسير عاديه زيدوا عليها واحد الساشي ديال الفاني، ولكن البنات صدقوني بهاد الكريم باتيسير اللي بالنكهه ديال الحامض وفاش كتزيدوا عليها هاد المبشور ديال الحامضه، صدقوني البنات راه كيجي فيها واحد المذاق اللي واعر بزاف، كيتواتى هكا مع داك مع الكيك فاش كتزيدوا عليه المكسرات والكريم شونتي. راه ما نعاودش لكم البنات، اما كرهتش ندوقكم كاملين وتذوقوها وتشوفوا المذاق ديالها. صافي البنات هنا حكيت هذيك الحامضه كامله كما كتشوفوا معايا، وراكم عارفين الطريقه كيفاش كتوجد هكا، كيفاش حتى غتعقد. غنحطوه على عافيه مهيله ونبقاو نحركو، يعني مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لكم البنات، حيت لا غفلتوا عليها غير شويه غادي تعجن لكم. صافي هنا تتحاولوا تخلطوا مزيان. وهنا البنات من بعد ما خلطناها هكا كامله ووجدات لينا، ها نتوما شوفوا البنات هنا خديت هكا واحد لوبول، وغادي نخوي فيه هذيك الكريم باتيسير ديالي. هنا البنات راني كضفت معلقه ديال الزبده، هذيك المعلقه اللي شفتوا في الاول مع المكونات، كتضيفوا ديك المعلقه ديال الزبده باش ما كديرش لكم هاد الكريم هذيك القشره من الفوق من الوجه، يعني هذا هو الدور ديال الزبده. ولكن ضيفوها حتى كتعقد لكم وتتبغيو تحيدوها من فوق العافيه ماشي في الاول. صافي البنات هنا غادي ندير واحد شويه ديال هكا واحد شويه ديال بابي سولفيغيزي، غادي نغطي به الوجه ديال هكا ديال الكريمه ديالنا، وغادي ندخلها البنات للثلاجه حتى كتبرد مزيان. ايوا اختي هنا من بعد ما كتوجد لينا الكيك ديالنا، شوفوا البنات كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه خفيفه وهشيشه. هنا البنات كنحاولوا نحلوها غير بشويه وكنقلبوها هكا فوق شي شبيكه
باش حتى الا كانت هكا باش كتبقى زعما فوق هاد الشبيكه افضل، كتبقى حتى ما كتعرقش لينا. واخا هنا البنات راني خليتها واحد واحد المده ديال واحد نص ساعه، خصوصا انا دابا الحال بارد هي بردات صافي. ها نتوما كما كتشوفوا معايا، شوفوا البنات كيفاش كتجي، راها كتجي شيشه شيشه شيشه. عرفتي واحد الكيكه البنات ما تحتاجوا اصلا كاع دهنوه زعما كاع ديروا فيه الكريمه وداكشي، ولكن كيجي واعر. هنا البنات خديت واحد الموس، غادي نبدا يعني بحال غادي نبغي نقسمها من الوسط، ولكن كما كتشوفوا معايا ها نتوما كنحاول انني نحدد هكا غير من الجوانب، وغادي ناخذ هانتوما غادي ندور عليها كامله البنات حتى غادي نحدد لها الجوانب ديالها. هنا كما شفتوا معايا بين ما حددت لها دوك الجوانب ديالها، هنا غادي نقطعها هكا بواحد الخويط. هنا كما كتشوفوا معايا غادي ندير واحد الخويط، كتدخلوا هذاك كيف ما كتشوفوا معايا هذاك الخويط هكا. هذه كتبقى واحد لاستيوس اللي كتسهل عليكم انكم تقطعوا هكا، تقطعوها بلا ما تفرتت ليكم ولا هكا يتقطع لكم الطرف ولا تخسر لكم. ها نتوما كما شفتوا معايا حددت المره الاولى بالموس، وهنايا درت هذاك الخيط دخلتو في هذوك الجوانب اللي قطعت. وهنا شوفوا كيف مشوا معايا بحال كتخالفوا هكا داك الخويط صافي، وتتقطعوها. ها نتوما شفتوا صافي تتقطع لكم البنات بواحد السهوله صافي. هنا غير كنتاكد انها مقطعه صافي. شوفوا البنات تقطع بواحد السهوله صافي. هنايا غادي ناخذ واحد هنا البنات كتقسمت على جوج، ولكن غادي نوريكم انني هنا غادي ناخذ بعد اول حاجه كما كتشوفوا معايا مسحت داك صلاح العمل وصافي. غادي ناخذ واحد هكا عندي واحد الدائره البنات، عندي بحال واحد اللي هانتوما غتشوفوها معايا. هذه غادي نحاول نهز بهذاك الطرف الاولاني، حيت الا هزيتها هكا غير بايدي غادي تفرتت ليا. نتوما ديروا غير طبسيل ولا شي صينيه اللي تكون مسطحه، شي حاجه يعني اللي تكون هكا تكون مسطحه صافي. غادي كما كتشوفوا معايا انا غادي نخشى باش نهز الطرف الاول غير باش هكا ما تهرش ليا الكيك ديالي وتخسر ليا صافي. شوفوا البنات كيفاش كتجي من الوسط. ها نتوما الشوربات انا راه كنحاول انا نقرب لكم الكاميرا باش كتشوفوا هذوك الطريفات ديال الكركاع من بعد ما طابوا. البنات راه ما كيبانش هنا خيزو نهائيا. ها نتوما شوفوا كيفاش كتبان، راه كيجي قطني واسفنجي، كيجي شي حاجه اللي شاكره راسها البنات ولا مشكوره ليكم صافي. وفي هذه الاثناء البنات غادي تكون هذيك الكريم غادي تكون هذيك الكريم غتكون هذيك الكريم باتيسير ديالنا. الكريم باتيسير ديالنا غادي تكون بردات البنات. هانتوما كما كتشوفوا معايا هانتوما راه بردات البنات مزيان في الثلاجه. يعني البنات ديما ديروا حاجه كديروا هكا حاجه وفي نفس الوقت يدكم في حاجه اخرى ديما ما كتوجدوا هاد الحاجه كتكون الحاجه الاخرى حتى هي راه كتوجد. بحال كما درت انا، درت الكيك كطيب وموراها وجدت الكريم باتيسير درتها كتبرد، ومن بعد ما خليتها في الثلاجه قطعت الكيك ديالي. البنات انا درتها في هذاك درتها هكا باش تطرب ليا، حيت خاصها ضروري نطربوها واحد شويه صافي البنات. وها هو هذا هو القوام ديالها كيفاش كيكون على هذا الشكل هذا البنات. ها هي. وهنا البنات في نفس يعني ما غنحتاج لا نغسلها لا والو، حيت اصلا غنحط شي مكونات. خديت هكا واحد العلبه ديال كريم شانتيي اللي فيها واحد 200 غرام. الا عندكم حتى 100 غرام اللي عندكم البنات، يعني واخا تكون الكريمه قليله ماشي مشكل، اللي متوفر عندكم صافي. طربتها حتى هي مزيان وخلطتها هكا مع هذيك الكريم باتيسير، خلطتها مع داك الكريم شونتي وعاود طربتهم، يعني خلطتهم بجوج. انا طلعت المره الاولى الكريم شونتي حتى طلعتها مزيان بوحدها، عاد زدت خلطت الكريم شونتي مع هاد الكريم باتيسير وطربتهم هكا بحال مزجتهم بجوج، خلطتهم بجوج
صافي ها نتوما شفتوا القوام ديالهم البنات. وهنا البنات غادي ناخذ الكيك ديالي وغادي نبدا كندهنها بهذيك الخليط اللي ما بين الكريم شونتي والكريم باتيسير بنكهه الحامض. عرفت شويه البنات كيفاش كيجي هذاك المزيج ما بين هذوك الكريمات بجوج. راه ما نعاودش لكم البنات. نتوما هنا البنات يمكن لكم ديروها الكريم شونتي مثلا بوحدها ولا ديروا الكريم باتيسير بوحدها. يعني الا ما كانش متوفر عندكم هكا هاد لي كريم بجوجهم ديروا غير كريم وحده ولا ديروا كريمه الزبده اللي متوفر عندكم. غير انا كنقول لكم هاد المزيج ما بين هاد الكريمات بجوج راه كيجي البنات زوين بزاف. صافي هنا البنات كنحاول ندير واحد الكميه كنوزعها مزيان على هذاك الكيك وغادي ندير الوجه. يعني غادي ندير هذاك النص الاخر الثاني. هنا البنات الوجه ديال الكيك تنديرو هو لتحت وهذا هو هذا هو الطرف اللي كان لتحت ديال الكيك. يعني باش كيجينا هكا الوجه هكا كيكون ليس كيكون عندنا هذاك الوجه ديال الكيك كيكون هكا مسطح وكيكون ملس وحتى في الفينيسيو تيجينا زوين. سمحوا لي البنات كتسمعوا الا كنتو كتسمعوا الصداع غير سمحوا لي وصافي. راه ما راه ضروري خصني نمونطي لكم هذا الفيديو وما يمكنش فوق ما خصني نمونطيه خاصكم تسمعوا هذا الصوت. غير سمحوا لي البنات. المهم هنايا صافي هنايا كنحاول انني نوزعها على الوجه ديال الكيك كامله. وهنا البنات خديت واحد الخليط ديال عندي مكسرات هنايا. هنا البنات عندي شويه لوز ايفيلي، عندي شويه البيبيت شوكولا، وهنا كان عندي واحد شويه ديال نوازيت صافي. وزدت واحد شويه ديال داكشي اللي متوفر عندكم البنات، اللي متوفر عندكم ديروه صافي. انا هنايا البنات صافي بديت هكا كنزين هذيك الكيك ديالي. غنحاول نوزع هذاك الشيء عليها كامله وحتى من الجوانب صافي. هنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد من بعد ما وزعت عليها هذاك الشيء كله صافي. انا كناخذ واحد طريف ديال الشوكولا غيش. وخديت هنايا واحد هكا هذيك الحكاكه باش نحكو هكا اي حاجه حامض ولا يعني. وغادا نبدا كنحك هذاك الشوكولات هكا من الفوق. يمكن لكم ديروا شوكولاط ابيض، يمكن لكم ديروا هكا الحامض يعني كغابيل ان هاد الكيكه راه فيها الحامض. ديروا البنات اللي عندكم مهم زين تيبقى اختياري. صافي غنستمر بنفس الطريقه وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيفاش كيكون. ايوا اختي هنا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما وجد. هنا البنات راه وريت لكم في الاول ديال الفيديو وقلت نوري لكم حتى في الاخر ديال الفيديو البنات. راه ما نعاودش ليكم البنات، راه واحد الكيك اللي كيجي زوين بزاف. وإلا وصلتي اختي حتى لهنا اكيد غادي يكون الفيديو ديالي عجبك وغادي يكون عجبك ويعني غتكوني راضيه عليه. ما تنسونيش البنات من لايكات وخليو لي هكا دي كومونتير زوينين. ونتمنى ما نكونش ثقيله على القلب. دمتم في رعاية الله. نتلاقاو البنات في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. وكيف ما قلت لكم البنات غير تسناو معايا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. راه غادي يكون فيهم العسل وغادي نوجدوا فيهم مملحات نوجدوا معسلات يعني داك الشيء الخاص برمضان. كيف ما قلت لكم ما بغيناش نبداو نوجدوا من دابا حيت باقي الحال هكا مع احترامي لبعض القنوات اللي بداو كيديروا المعسلات وداكشي. ولكن هادوك كيديروا داكشي بكميه كثيره حيت يقدر يكون داكشي كيبيعوه ولا يعني كيبغيوه الناس. ولكن انا حاليا مازال الحال البنات. غير تسناونا البنات في فيديوهات جداد راه غادي يكونوا معسلات وغادي يكونوا حتى المملحات. واخا وجدت معكم داك العام البنات العسل راه غادي نعاود معكم البنات هذا العام ثاني. دمتم في رعاية الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. وخليكم البنات مع هاد الكيك شوفوا ليا كيفاش الشكل ديالها من الداخل. السلام عليكم.